تخيل معي هذا المشهد: شخصية غامضة، قصة قديمة قدم الزمان، وعجل ذهبي في قلب واحدة من أكبر التحولات الروحية في التاريخ. اليوم أريد أن أسأل: هل كان السامري، ذلك الرجل الغامض المذكور في القرآن، مصرياً في الحقيقة؟ دعنا نبحث في الأمر. يظهر السامري في القرآن على أنه الشخص الذي أضل بني إسرائيل وصنع لهم عجلاً ذهبياً ليعبدوه عندما ذهب موسى ليستقبل الوصايا. ولكن هنا شيء مثير للاهتمام: التوراة لا تذكره أبداً. في العهد القديم يلام هارون أخو موسى على العجل، وليس شخصية السامري هذه على الإطلاق. إذن من كان هو؟ حسناً، اسم السامري أدى إلى الكثير من الارتباك. يزعم البعض أنه يربطه بمدينة السامرة، لكن هذا المكان لم يكن موجوداً حتى عندما حدثت واقعة العجل الذهبي. تاريخياً هذا طريق مسدود. وعندما أنظر إلى العلماء أجد أنهم منقسمون. يقول البعض إنه كان من بني إسرائيل، ويقترح آخرون قرية تسمى بأجرمة، وعدد لا بأس به بمن فيهم ابن عباس يعتقدون أنه كان قبطياً في الواقع، مصرياً. ولكن هنا تصبح الأمور شيقة. إذا بحثت في اللغة المصرية القديمة أجد أن كلمة سمير تعني رفيق الملك أو شخصاً مقرباً من فرعون. هذا يجعلك تتساءل: هل يمكن أن يكون السامري أحد رجال فرعون، عميلاً سرياً بين بني إسرائيل؟ ربما تظاهر بالانضمام إلى قوم موسى، لكن ولاءه كان في مكان آخر. ولماذا عجل؟ هذا الاختيار لم يكن عشوائياً. في مصر كان الثور أبيس مقدساً، رمزاً للقوة والعبادة. إذا كان السامري مصرياً، فإن صنع عجل ذهبي أمر منطقي تماماً، فقد كان يتماشى مع خلفيته الثقافية، وكان سيبدو مألوفاً وقوياً لمن حوله. هناك المزيد. السامري لم يكن سعيداً بأخذ بني إسرائيل للذهب المصري، فقد وصف مجوهراتهم بأنها أعباء، ربما لأنه رآها مسروقة من شعبه. إقناعهم بصهرها ربما كان طريقته للتخلص منها تماماً. وربما لم يذكره بنو إسرائيل في نصوصهم الخاصة بسبب الإحراج. تخيلوا أن يتم التغلب عليك من قبل غريب، لا أحد يريد أن يعترف بذلك. إذن، هل كان السامري مصرياً؟ الدلائل من اللغة إلى الثقافة إلى الدافع تشير بالتأكيد في هذا الاتجاه. ربما كان جاسوساً، ربما مجرد منفي مرير، لكنه لم يكن مجرد عابر سبيل. أحياناً أكبر ألغاز التاريخ لا تتعلق بما هو مكتوب، بل بما لم يقال. إذا استمتعت بهذا الغوص في الزوايا الخفية للتاريخ، فلا تنسى الإعجاب والاشتراك لمزيد من القصص مثل هذه. حتى المرة القادمة، استمر في التساؤل عما تعرفه.